كي دايره لاباس عليك؟ الله يخليك. الله يرضى الله يحفظك. هي غاليه مراكش غالية. شنو طول عمرك؟ انا اونلاين مالكش كنجيب انا كنجي من طنطا وكنمشي للبازار فوق من طنطا مع كورونا بعدا من طنطا بقى عندي الفيديو مزيان حتى البيو راه زوين. الله يطول عمرك الله يخليك. غالية دونك ديري هي غاليه صابون. شنو صابون. باش سبيسياليزيه في لا لا المغرب؟ عندي هذه تحت انا هي كاينه في المغرب كامل نتاع النعام ديال النعام دوه النعام ان شاء الله. فهمتي الصابونة ديال الشحمة ديال النعام صابون فيها صابونة اللي كتصنع الحب الشباك والبيطاش والكلف. فريمون شي حاجة طوب. السيدة شكراتها ليا دابا قالت لي راه فريمون راه كتصلح الحب الشباك. إلا في مراكش ياك مراكش اللي بغى شي حاجة هي غاليه تواصل معها في الانستغرام ديالها. مرحبا بكم. عندها سبيسيال لي صابون هاد التبخير تبارك الله. البيو لي شامبوان واش عندك مازال؟ جيل دوش جيل دوش طيب داكشي كامل ديال سورتو ديال الحمامات ياك البريمات نوري ناس مراكش. يطول عمرك يطول عمرك نوري فيك انا نصور معاك سمعتيني السلام عليكم، مساء الخير عليكم. انا بيو غاليه، جيت من مدينه مراكش لهذا المعرض مع سناء شيك شوب لثاني مره على التوالي. تندير برودوي بيو وغادي نقدم لكم هذا البرودوي الجديد اللي جبت معايا هذه المره نتاع دهن النعام، شحمه تاع النعام. تيليق لحب الشباب، تيليق للبقع السوداء، تيليق للكلف. وعندي عندي صابونه تاع القهوه هي بيو 100%. وعندي هذا الشامبو حتى هو تاع القهوه. وعندي سيروم نتاع ماكاديميا. وعندي له سيروم نتاع الورد. وكل شيء هذا الشيء بيو 100% طبيعي 100%. وعندي هذه المحكه اللي درت لي عندي البيغ درت عندي البوز في هذا المعرض. الناس كلهم تيحماقوا على هذه المحكه. هذه محكه مغربيه حتى هي بمواد طبيعيه، ما فيها شي مواد حافظه ولا حتى شي حاجه. ما يمكنش شي واحد امراه مغربيه ما تكونش عندها هذه المحكه. ودرت عندي البوز في هذا الاكسبو عند مدام سناء. بالنسبه لهاد الصابونه اللي دايره بليتر علاش دايره بليتر؟ لان دهن النعام بان النعام تيتعرف بانه غالي النعام. وحين بقايا النعام حتى هما تيكونوا تيطلعوا حتى هما شويه غاليين. داكشي علاش هي غاليه. وكاع البيوت يكون غالي لان البيوت يكون بمواد طبيعيه وكنتي تخدم باليد. كاع الحاجه اللي تتخدم يدويا تتكون غاليه. نعرف واحد البرفيوم كيمر من المغرب هو يعني الغلاء في المغرب، واش الناس باقيين كيشريو هادشي ديال البيو؟ الحقيقه والصراحه الناس اللي تيتعاطاو هذا الشيء تاع البيو بزاف هما الناس تاع الاجانب. اما المغاربه قليله، فئه قليله اللي تاخذ هذا الشيء نتاع البيو. ماشي بزاف الناس اللي تيتعاطاو البيو، لان البيو لا بليبار الناس ولاو وصفات على الانترنت ولاو في تيدخلوا اليوتيوب تيسبوا وصفات داخل بيوتهم.
ولكن انايا هذا الشيء عندي موافقه الصحه بوزاره الصحه، زعما عندي اوتوريزي دايره عليه من لونسا، موافقه من لونسا. مواد، وعندي المواد كلها دايزه بالمختبر. ما تنصحي البنات ولا الناس اللي كيستعملوا يعني الحوايج اللي فيهم مواد خطيره بحال الصابون اللي ديال الريحه، بحال الشامبوان اللي فيه المواد الحقيقه شوف الناس تاع زمان كان شعرهم زوين لانه كنت يديروا الغسول، كانوا تيديروا غسيل مسقي بالورد، تيديروا خلطات طبيعيه. دروك حنا البنات تتلقى بنات غير صغار وتطيح لهم شعرهم، تتلقى بنيه صغيره طيح لها شعرها، لان المواد اللي تناكلوا مواد مواد حافظه، والماكله ماشي صحيه. اذا انت شامبون هو فيه مواد، فيه مواد غير مواد هي مواد حافظه. داك الشيء علاش البيو الغسول وكاع داك الشيء اللي رجعوا للطبيعه تلقاو بانه صحي. اي حاجه طبيعيه الا هي صحيه، لان الرجوع للطبيعه هو الاصل. الاصل ملي ترجع الانسان للطبيعه هو الاصل، وفعلا تكون النتيجه 100%. شوف كاع الناس اللي تيستعملوا وصفات طبيعيه تلقى صحتهم زوينه، تلقى بشرتهم زوينه، تلقى شعرهم زوين، ما تيكونش عليهم هذاك التاثير الخارجي تاع المواد الكيميائيه. كتستعملي المواد الطبيعيه؟ نكذب عليك، انا تنحماق على المواد الطبيعيه. ملي كنت صغيره ما نكذبش عليك، ما كنتش ما تنميش هذا، ولكن مادام لاج وكبرت وليت نقرا وليت بغيت النظره تاع الفيزاج ديالي، بغيت النظره تاع شعري، بغيت النظره تاع يديا، لان العمر تيخليك باش تفكر، باش تبقى دائما اللياقه ديالك صحيه، ولا النضاره تاع الوجه ولا النضاره تاع الشعر. اذا انا لجأت لهذا الشيء بيو، وبغيت الناس المغاربه كلهم هما يتجهوا للبيو، وانا دايره اثمنه مناسبه، لان انا تنصيب الصابون البلدي تنصيبه بزيت العود. حين تيطلع الصابون البلدي هو تيطلع بزيت العود، وزيت العود هذا العام تنعرفوه بانه غالي، وتنصيب كاع مواد اوليه بحال مواد، بحال عندي دي بوم مصايبين اباز دو كوكو، الويل دو كوكو. كاع المواد اللي عندي دايرهم طبيعيين 100%. وعندي وانايا عندي واحد المصداقيه مع نفسي، باش انايا حين انا هذا وجهي وبيت المغاربه، كي تنبغي الوجهي نبغي وجه المغربيات، والمغربيات عندنا واحد الشهره في العالم بان المغربيات هما انقى وارقى بشره في العالم. كل شيء، ولا بالنسبه للشعر، بالنسبه للبشره، بالنسبه للقوام ديالهم، بالنسبه لكل شيء، لان عندنا مواد طبيعيه، وعندنا كل شيء عندنا مزيان وبيو والحمد لله. الا جيب لنا شويه الشتاء باش هادشي يكون شويه رخيص، باش حتى الناس حتى هما يوليو تيتعاطاو لهذا الشيء البيو، ويبقاو يستعملوا هذا الشيء بيو، لان البيو شي حاجه، هذا الشيء الطبيعي راه ورثنا على جدودنا، ماشي حنا قرينا، واخا حنا قريناه ولكن جدودنا تعلمنا به بالفطره، لقينا دارنا ومنا والدينا كلهم تيستعملوا هذيك الحجره، بحال هذه الحجره القديمه تاع الزمان، هذه المحكه تاع الزمان، بحال هذه حتى هي تاع الزمان، بحال هذا الغسل، هذا الغسل المسقي، هذا تا هو تاع زمان، كانوا والدينا تيديروا لنا الشعر ديالنا. اذا كان شعرنا ما عندناش فيه مشكل، ولا نحتاجوا لا كيغاتين، ولا نحتاجوا لا ترطيب ولا اي حاجه، لان الطبيعه تعطي للشعر، تعطيه النعومه، تعطيه اي حاجه طبيعيه، تعطيه نضاره وتعطيه جمال وتنطلب من كل شيء الناس يرجعوا للطبيعه، لان الطبيعه هي احسن حاجه اللي خلق لنا سيدي ربي، اللي خلقها على الوجود، لان الانسان يبقى على طبيعته، ويبقى على بيئته، ويبقى على تقاليده، لان احسن حاجه في هذه الدنيا اللي تيملك الانسان هي الصحه ديالو. الصحه ما ليهاش ثمن. اذا علاش بغينا نشدوا ندمروا صحتنا بمواد اللي كيماويه، وندمروا شعرنا بمواد كيماويه، والبشره ديالنا بمواد كيماويه؟ هذا الشيء علاش غادي تنطلب من كل شيء يتجه للبيو، ماشي حين تنبيعو انايا، لاني انا حاسه باني محتاجه للبيو، وتنفكر انا في جميع النساء
حتى هما هي باش يتلجؤوا للبيو ويرجعوا للغسول ويرجعوا للحنه ويرجعوا للصابون البلدي ويرجعوا للمحك نتاع زمان، لانهم كلهم مع الصحه ومع البيئه، والحمد لله والشكر لله.